اوكي، انا لسه راجعه من التمرين بصراحه، ما عملتش اي حاجه ان انا اخدت شاور. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 3:15. اوبس، اتاخرت اوي النهارده. كده احلى كده احلى. كنت بقى عايزه اقول لكم ايه. المفروض ان انا كنت بصحى بدري الايام اللي فاتت، بس مبقتش بصحى بصراحه بدري الايام دي خالص. بقيت بصحى الساعه 10:30 كده. بصراحه دي حاجه مزعلاني، ان انا لما كنت بصحى بدري كنت بعمل حاجات كتير قوي، يعني باجي في الوقت ده كنت بحس ان انا يومي خلص اصلا من كتر الحاجات اللي انا كنت بعملها. بس مش مهم، احاول كده ان انا في يوم يعني احط اي حاجه مهمه جدا الصبح بدري فتخليني ايه ابقى مغصوبه ان انا اقوم. فاهميني؟ بس يعني معلش ان انا ايه، دي وجبه كده بعملها اول ما باجي، شوفان موز مش عارفه ايه الكلام ده كله، عشان لو بتتمرني وبتيجي مثلا ما لحقتيش ان انت تعملي اكلك او اي حاجه، خلي دايما عندك حاجه سريعه ان انت تلحقي نفسك بدل ما تبوظي. فبخلي دايما عندي يعني ايه حاجات كده ان انا احطها على بعض، اكلها تشبعني لغايه ما اعمل اكلي، وفي نفس الوقت تكون جوه الدايت بتاعي. دلوقتي بصوا هحط ده. بصوا هو انا طول ما احنا لسه كده الصبح يعني والنور طالع، فالبودي ميست، هو ده بودي ميست وده بودي سبلاش. هما بالنسبه لي حاجه واحده، لو انت عارفه ايه الفرق بيقولي لي، بس يعني هما بالنسبه لي حاجه واحده. ده من مينيسو اللي هو لايك كاندي، ده بحبه جدا. وده من افوفا الفانيليا كوكونات، برضو بحبه جدا. روايحهم جيرلي قوي كده، يعني تقدري ان انت تستخدميها حتى وانت رايحه الجامعه الكلام ده. هستخدم ايه مش عارفه، مين حلوين اوي. افوفا قرب يخلص فهستخدم ده. دلوقتي بقى انا قاعده بقى ايه، عايزه اجهز. الجو حر مش عارفه ليه. دي انا نزلت شورت هنا كمان على اليوتيوب مش على الانستجرام بس. بصوا دي الرموش بتاعت شين، تمام. ممكن ابقى اسيب لكم الشورت هنا عشان تشوفوني وانا بجربها وكده. هي حلوه، انا استخدمتها من كام يوم كده. بس هي مش بديله ان هي تقعد فتره طويله. يعني انا واحده بالنسبه لي كنت دايما محافظه على اني ما احطش ايدي على عيني لما مثلا اغسل وشي او اي حاجه، اتفادى منطقه العيون دي. بس هي بتقع. اللي مش عجباني فيها ان الجلو بتاعها كميته صغيره قوي، فاهميني؟ فعشان انا اقعد كل شويه كده ان انا اركبها، فطبعا الجلو هيخلص قبلها. فهمتوني؟ هم اصلا على الويب سايت بيبيعوا الجلو لوحده، ودي غلطه. انا كنت المفروض لو كنت اعرف كنت عملت يعني ايه ريستوك كده شويه من الجلو. عندي بقى ربنا ياخده بجد الجلو ده بتاع لوردن بيري. انا مش فاكره كلمتكم عنه قبل كده ولا لا، بس ده وحش، انت وحش بجد، وحش جدا. انا معرفش، شفت ناس كتير اتكلمت ان الكلير منه ده اللي لونه اسود، الكلير منه حلو وبيستخدموه هما مبسوطين، فممكن ان الكلير منه يكون حلو، بس الاسود ده وحش جدا. والله تعبت بجد. اي وقت من اليوم باخد اتكلم مع اي حد لك لك لك، بقعد الط كتير قوي. اول ما افتح اي كاميرا اي موبايل عشان اصور، خلاص بقى بجد انسان روحه بتحتضر دلوقتي. ما بقى نفسي مش قادره، ما اعرفش ايه الفرق يعني. ليه ما بلوكش على الكاميرا زي ما بلوك في حياتي؟ ده بقى اللي انا كنت بقول لكم عليه. بوظ لي، بصوا عينيا، بصوا كميه جلو قد ايه. خلاني افقد الثقه في نفسي ان انا ما بعرفش اركب رموش خالص. اللي هو ايه، انتي ما بتعرفيش تركبي رموش، فاهماني؟ انا من زمان اصلا كانت عندي مشكله ان هو ايه، انا عشان لو في حد يعني كان عارف،
لما انا كنت بشتغل ميك اب ارتست كنت عادي بكل سهوله ان انا اركب رموش لحد وبظبطها، وكنت بحب قوي فكره ان انا اركب رموش لحد اي حد. حتى دلوقتي كده بيبقى نفسه، عارفين انتوا البنات بتبقى دايما عندها مشكله في الرموش، فانا بحب قوي ان انا اركب رموش كده واظبطها. بس كانت عندي مشكله دايما مع نفسي بسبب ان انا عندي عين شكلها متغير عن عين، وده عارفه ان هو شيء طبيعي يعني وكده. بس فكانت الحته دي بتضايقني ان انا بحس باختلاف، وبقعد اخد وقت طويل عقبال ما اظبط الرمشين عشان شكل العينتين يبانوا زي بعض. ده بقى لما جه بجد انا قلت خلاص يعني ما تحاوليش، انتي ما بتعرفيش، انتي ما بتعرفيش. مع ان عادي يعني طول عمري بركب رموش، بس ده كان عشان كان عندي فتره، فبجد كان خلاني افقد الثقه في نفسي. فلما جالي ده قلت طب ليه، ما الدنيا حلوه اهي وسهله. فهي فعلا كانت المشكله زي ما انا كنت متوقعه. انا كان دايما عندي مشكله يا في جوده الرمش يا في الجلو. دلوقتي بقى المفروض ان انا ابتدي اعمل الاكل، بس عقبال ما الاكل يخلص طبعا هياخد وقت طويل جدا. فانا دلوقتي هعمل كده حاجه زي ايس كوفي بس بالبروتين، وده نوع البروتين اللي انا بستخدمه. هنا بقى قلت اعمل معاكم وجبة بحبها جدا وبحطها في الدايت بتاعي مثلا مرتين في الاسبوع او حاجة. للأسف عشان ما بقدرش ان انا اعتمد عليها لمدة اطول من كده، هي الكبد والقوانص. ان ده اصلا البارت المفضل بتاعي من الفرخة كلها. مش هشرح لكم يعني خطوات باينة هنا، بس كنت بوريكم ان عادي الاكل، اي اكلة انتي بتحبيها ان هي تتعمل بطريقة صحية، فاهميني؟ يعني مش لازم الطبخ ان احنا لما نيجي نعمل اكلة ان هي بتتحط بكمية زيت معينة او كده، لا عادي جدا احنا بنتحكم في كل حاجة. وهنا بوريكم ان انا شطورة يعني وبخلص المواعين بتاعتي. دي خطوة تقريبا انا الوحيدة اللي بعملها، ان انا بحط عليهم صويا صوص، بس قلت يعني لو حب يجرب الحركة دي. وهنا دي نوع الكارب المفضل ليا طبعا هي المكرونة، والمكرونة بعملها مسلوقة بدون ما احط اي ملح في المية او اي زيت، بتطلع مكرونة حلوة عادي. وزي ما انتوا شفتوا بحط عصير طماطم يعني، مش بحط صلصة، وبحط البهارات طبعا براحتي اللي انا عايزاها. فبكده بضمن ان اكل الدايت بتاعي يطلع طعمه حلو، عشان دي حاجة تخليني مستمرة بيه، فهمتوني؟ بس والمكرونة زي ما انتوا شفتوها يعني كده، كنت بوريكم ان هي بتطلع عادي مكرونة مش معجنة ولا، ولونها احمر عادي وكله تمام. فترة بعاني من قشور كده في كل بشرتي، انا معرفش ليه. الجو بدأ ان هو يحرر والصيف يدخل، بس ستيل برضو بشرتي لسه جافة. ف هعمل مقشر. انا ما عنديش مقشر مخصوص، يعني ما عنديش سكراب مخصوص للبشرة، بس مش بستخدم بصراحة، هي بقالي مرة بس اللي عملتها جربتها المقشر بتاع الجسم بتاعي، لان هو فاين جدا كده وحلو. قلت اجربه وفعلا كان حلو. بس المرة دي هضيف له حاجة معينة هوريها لكم يوم بنسى. بصوا اللي هزوده بقى رشة زيت زيتون. لو عندك اي زيت تاني للبشرة تقدري تستخدميه هيكون احسن كمان، بس يعني انا موجودة عندي دلوقتي موجودة عندي دلوقتي زيت الزيتون، وهحط عليهم قهوة عارفينها اللي هي لونها بني دي. الزيت بقى اللي انا اكتشفته، اي نوع زيت عندك حلو لبشرتك انتي بترتاحي له ليه، بجد بيفرق قوي في الرؤوس السوداء اللي بتبقى عند المناخير. ازاي معرفش، بس بجد مع السكراب وتعمليهم كده احسن مليون مره من الباتشز اللي انا كنت عاده متعوده وبحبها جدا لازاله الرؤوس السوداء. بحس ان الطريقه دي بحس ان مناخيري نطفت ومنوره كده. انا بقالي فتره اصلا ما استخدمتش اي باتشز، فهي دي الطريقه اللي انا بعتمدها. ومن احلى الحاجات اللي هتقدموها لنفسيكوا في السكين كير ان انتوا تاخدوا رقبتكوا مع وشكوا. اوكي طبعا مهما قربت من الكاميرا عمر ما هيبان لكم
بس هي بجد بتشيل الرؤوس السوداء بنسبة 70%. بعد كده بقى عشان تنظيف اكتر واكتر هستخدم الغسول والفرشة بتاعتي دي. الغسول ده من بوبانا. حبيت بصراحة بتاع ده للبشرة الدهنية. حبيت بتاع كنت بستخدم بتاع ستارفل الاول، ممكن ابقى احط لكم صورته هنا، احلى كتير بصراحة، عجبني اكتر من ده. ده حلو وكل حاجة، بس انا حاسة ان هو فيه صابون، انا معرفش ايه الاحساس ده، بس انا حاسة ان هو فيه صابون كده وملمس صابون كتير وريحة صابون اكتر. ستارفل كان على جل اكتر، فهمتوني؟ بعد كده بقى هعمل ايه سكراب لشفايفي. شكل كده بشرتي بعد كل الكلام ده، طبعا يعني واضح الفرق، مع ان هي الخطوات بسيطة جدا ما فيهاش افتكاسات كتير. كان المفروض كمان ان انا اعمل شيفينج، بس على مين؟ بكرة 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 وشي يعني، عشان انا خلاص بح كده. هبتدي بس اعمل معاكم السكين كير وانا بكلمكم بقى على شوية حاجات كده، تمام؟ بصوا بقى، اولا هكلمكم عن المنتج ده اللي هو روز ووتر. هو صريح وش، هو فعلا مية ورد، بس مية ورد بحسها محسنة شوية، يعني انا عادة بكره مية الورد، بس المنتج ده يعني متقبلاه شوية. ده المفروض انا بستخدمه ايه از تونر يعني، مش اكتر ولا اقل. بصوا هو هنا اهو كان على التسريحة خلصان خالص، فانا رحت جبت دي وشارية واحدة كبيرة من دي مليانة. تصدقوا فيه؟ مش عارفة بعد كل الليلة دي، بصوا مش عارفة هيبان لكم ولا ايه، مش عارفة، في حاجة طالعة لسه من بشرتي. كنت عايزة اكلمكم عن الديودرنت ده بتاع فوق. بجد الديودرنت ده تاني، الديودرنت ده اللي يلاقيه وحش جدا جدا، انا مكنتش متخيلة. هو بالجريب فروت والليتشي، يعني اولا كانت ريحته غريبة كده، يعني غريبة مريبة بالنسبة لي. وبجد كان سيء قوي، اللي هو يعني انا كنت بحب واحد قبل كده من فوق، بس ده بشع جدا، كان بيضيع بسرعة. ده تاني منتج. وايه ممكن ماشي مش مهم، ممكن استخدم دي لو بتدوروا على ليب بالم من الاخر، دي لونة ورخيصة بشكل غير منطقي. بصوا هي، استنى، تحسوا ان هو فازلين، بس مش فازلين تقيل، لا. بالنسبة لبشرتي كمان بحب قوي ان انا استخدم فيتامين سي، دي خلاص اخر نقطة. حبيت الفيتامين سي اكتر من الهيلورونيك، مش عارفة ليه، بس بشرتي حابة الفيتامين سي جدا. بصوا بيدي نضارة بشكل مخيف معايا انا يعني، وبحسه بيشد البشرة. بستخدم المرطب بتاعي، اول ما بيبتدي يعمل السكين كير بتاعه بيتحر جدا، انا معرفش ايه اللي بيحصل. بعد كده بقى ايه، عايزه اكلمكم عن شويه افتكاسات كده. خلاص انا اتكلمت عن كل دول. بصوا جبت دي برضو موجوده في اخر العنقود، الشادو شادو شيلدز دي، تمام. كانوا عندي زمان بس لما لقيتها جبت منها. دي بتتحط كده عشان لما تيجي ترسمي الاي شادو يكون محدد. تخيلوا بجد، يعني تخيلوا ان دول من اخر العنقود، دي تحفه يعني بجد، تحسوها تحفه فنيه. ودي كمان على فكره في منها الكبير، بصوا تحفه. زعلت قوي ان انا ما جبتش 2، يعني كانت هتبقى حلوه قوي ان انا الم بيهم شعري كده. طب ما جبتش 2 ليه؟
مش عارفه ان شاء الله بقى ايه لما اروح تاني الاقي نفس اللون، يا اما بقى اجيب لونين بقى، لون جديد اتنين. ده في ايه؟ اخر عنقود كده بقاله، انا من زمان من زمان يعني لو بتشوفوني هنا على القناه من زمان هتعرفوا ان انا على طول كنت بروح اشتري حاجات من اخر العنقود. بصوا انا جبت دي بصراحه كان عاجبني قوي لونها وشكلها، بس بصوا طلعت ايه، طلعت جامده جدا. فانا بجهز بعمل لبستها كده، فجات لي فكره ان انا ممكن، عارفين اللي هما الحاجات اللي بتتلبس هنا دي عشان لما تيجي تعملي مثلا وانتي في الحمام السكين كير بتاعك وانتي بتغسلي وشك فالميه ما تغرقكيش، فجت في دماغي ان انا هجربها. بس هو حد ياخد الفكره مني، بس هروح اشتري واحده تانية عشان اجربها. لو حد خد الفكره مني هعرف. وايه تاني عايزه اكلمكم عنه؟ بصوا انا من الناس اللي هتموت تعمل بيرسينج واحد تاني بس هنا، يعني بس واحد تاني هنا، والمكان ده بيقولوا ان هو يعني سيف جدا، بس انا برضو خايفه، وانا بخاف من العلامات بتاعه الجسم، او بخاف ان هو مثلا يحصل لي هنا اي حاجه حساسيه او كده. فلقيت دول فقلت ان انا اجربهم، بس هوريكم برضو الاشكال بتاعتهم. شايفينه صغنن قد ايه، بس بجد حلو قوي. وتاني واحد جبت ده الفص بتاعه واضح اكتر كده. ايه مثلا نجرب واحد دلوقتي. ما جربتهمش خالص قبل كده. بصوا هو مش باين اصلا تقريبا. كنت جايبه ده كمان، بس بجد ده يعني انا جربته ده بصراحه قبل كده، لبسته يعني وشكله عجبني. بصوا شكله حلو جدا. بصوا بقى هو ده ايه اللي انا كنت اقصده. بصوا وانا مش خارمه مناخيري مش خارمه ودني ولا اي حاجه، يعني هي حل حلو قوي. بس ممكن بقى لو ايه ابقى على طول لما شعري، لان اعتقد لو انا سايبه شعري والكلام ده كله ممكن يشبكوا ويقعوا من اول مره. بس هو حل بالنسبه لي يعني احسن كتير من ان انا اتجه يطلع لي وجعني اهو. انا قاعده مكنتش اصلا عايزه اكلمكم عنها، بس لقيتها قدامي وافتكرت برضو ان انا كنت جايباها من اخر العنقود. بصوا البرفيوم دي، تمام، دي من براند اسمها ايه، دورال كوليكشن. مش اول مره كنت اجرب منهم حاجه، كنت جايبه منهم حاجه زمان وكانت هاديه جدا ولذيذه يعني للناس اللي ما بتحبش الروايح الجامده. دي كمان مش جامده خالص، يعني مش لما هتحطيها تكون جامده، لا خالص، هي في الهادي كده. اسمها هوت اند سويت فانيلا. لو لقيتيها يعني جربيها، مش من اول ما ترشي كده. عاده في البرفيومز اوعي ان انت اول ما ترشي مهما كانت يعني واو ان انت تشميها على طول وتختاري، لا، رشي ولفي في المكان اللي انت فيه شويه، وبعدين هتبقى السنت وضحت جدا، يعني وضحت هي دي الريحه اللي انت تبقى ريحتك يعني. فدي بصراحه من الروائح اللي بحبها وبستخدمها. هي مش واو، هي ريحتها قديمه شويه مش قوي، بس انا بحبها وهي رخيصه على قد سعرها. فقلت اقول لكم عشان البنات اللي بتروح مثلا شغل والجامعه والكلام ده، في ظل ان كل حاجه سعرها بقى مبالغ فيه بشكل مش طبيعي. وانا من الناس اللي كنت عايزه اقول لكم ايه، وانا من الناس اصلا مش الفتره دي، من قبل بقى تضخم الاسعار والحاجات دي كلها كانت اولوياتي اتغيرت. فكنت دايما بشوف في الحاجات اللي هي مش اولويه عندي بس انا محتاجاها ان انا اشوف بديل ارخص ليها، فهمتوني؟ فالكلام ده انا عايشه فيه تقريبا بقالي سنتين، عشان بس ايه نبقوا فاهمين يعني. زي ما بقول لكم ان اولوياتي اتغيرت، فكنت بحط كل
بانفست كل فلوسي في الحاجات اللي انا مهتمية بيها. فلو انتوا كمان كده، فانا بحاول ان انا اديكوا ايه بدايل يعني.